السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة من جولاتنا المعتادة من شوارع المدينة الساحرة ومدينة الغردقة. بحب اذكركم قبل ما نبدأ الفيديو ان اللي انت بتشوفه من الجولات ده وعروض العقارات ده خاص بمكتب محطة الغردقة. المكتب متخصص في التسويق العقاري والاستثمارات العقارية والاستشارات العقارية في الغردقة. مقر المكتب الغردقة شارع النصر بجوار السنتر الليبي على الرئيسي. اهلا وسهلا بيكم. احب افكر حضراتكم ان احنا بدأنا من ميدان شكسبير الى شاطئ الجيش. تاني فيديو كان من شاطئ الجيش الى النقطة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي على الكورنيش، علشان هنبدأ ان شاء الله نتحرك من النقطة دي. احنا دلوقتي واقفين امام منتجع العائلات. ده شاطئ برسم دخول بالنهار، وبالليل تقدر تدخل بالليل تقعد على البحر تستمتع بالهواء الجميل على البحر مباشرة. وجنبه على طول في شاطئ جديد فتح برسم دخول. سعر الفرد 100 جنيه الفرد البالغ، والأطفال اللي تحت 12 سنة نص تذكرة. ولو معاك عربية تقدر تدخل بالعربية بتاعتك انت وأسرتك. احنا كده على كورنيش، وعلى على شمالنا ده ممشى. الناس بتيجي بعد الغروب تتمشى، تشم هوا، تقعد على البحر شوية. كورنيش الغردقة مش مجرد شارع صغير. كورنيش الغردقة طوله حوالي 6 كيلو. يبدأ من المستشفى العام، من ورا المستشفى العام على طول، آخره مسجد الميناء الكبير وحلقة السمك والمارينا. كورنيش الغردقة هتلاقي عليه فنادق سياحية، هتلاقي عليه كومبوندات، هتلاقي عليه شقق مفروشة بالإيجار باليوم. هو مكان سكني استثماري ممتاز. اللي عاوز يستثمر، اللي عاوز يسكن، اللي عايز يأجر، لأنه بيقع في قلب مدينة الغردقة، كورنيش الغردقة. الشاطئ الجديد اللي اتفتح جديد جاي على شمالنا. دي البوابة الدخول، بوابة دخول الشاطئ. هتلاقي هنا قرى سياحية وفنادق سياحية. على شمالنا فندق صن دايز، وعلى يميننا فندق ميرت، وجنبه فندق ذهبية. من أقدم ومن أعرق الفنادق على كورنيش الغردقة، فنادق قديمة وليها اسم. كورنيش زي ما حضراتكم شايفين، تاكسي ماشي قدامنا اهوت، والميكروباص. معاك فلوس هتركب على قد حالك. الميكروباص اهو السيرفيس شغال 24 ساعة ب3 جنيه الفرد. عايز تاكسي موجود، عايز تستعمل تطبيق اوبر موجود. الغردقة بلد سهل التنقل فيها. وعلشان الناس اللي بتسألني عن البحر، الشواطئ هنا يا جماعة البلد صغيرة مش كبيرة، ومليانة شواطئ خاصة برسم دخول. انت بتختار شاطئ يعجبك وبترتاح له نفسيا، بتروح تقضي اليوم على البحر وبترجع سكنك تاني. والمواصلات كلها موجودة، تاكسي موجود، عايز تاخد عربية اوبر موجودة، عايز تركب سيرفيز ميكروباص موجود، مفيش اي مشكلة. والاسعار في متناول الجميع.
يعني انت لو ساكن قريب شوية من البحر ممكن تاخد تاكسي ب20 جنيه 30 جنيه يوديك على الشاطئ، وتجيبه برضه ويرجعك ب20 أو 30 جنيه ترجع سكنك تاني. ده لو انت قاعد في وسط البلد، قاعد على الكورنيش، في الكوثر، في عربية، في شيري، في الهضبة، في القيادات، المناطق اللي فيها شواطئ او قريبة من الشاطئ. عندك الانتر، كوثر الجديد، كوثر القديم، مبارك 2، آه الهضبة، شيري، عربية، قيادات. كل المناطق دي مفيش فيها اي مشكلة لان المناطق دي كلها قريبة للشواطئ. فانت لو خدت تاكس ممكن ياخد منك 20 30 جنيه يوديك للشاطئ، وانت مروح تاخد تاكسي يروحك تاني. عايز تركب سيرفيز مفيش اي مشكلة، المواصلات شغالة هنا 24 ساعة. فندق بيل اير على شمالنا، ومنطقة عربية على يميننا من المناطق الراقية على كورنيش الغردقة. تتميز بموقع فريد ومتميز ملهاش مثيل بصراحة. منطقة عربية، شارع ال30 ومنطقة عربية موقع متميز جدا. وفي وشها هنا وفي وشها على طول قرية عربية السياحية الشهيرة. قرية عربية من 30 سنة، الله يرحمه الأستاذ المحمدي صاحب القرية، توفى قريب رحمة الله عليه. الراجل ده كان من 30 سنة بيسوق ألمان، يعني رقم واحد عنده الألمان والنمساويين والهولنديين، وما زال برضو القرية بتاعته فيها نسبة الجنسيات دي كتير. وفي ألمان كبار في السن بينزلوا القرية دي النهاردة لأن ليه ذكريات في القرية. هو شباب صغير، يعني لو واحد ألماني عنده النهاردة 60 سنة كان عنده من 30 سنة كان عنده 30 سنة له ذكريات في قرية عربية. ودي بازارات محلات بتبيع هدايا تذكارية تابعة للقرية. لو انت عايز تأجر بازار من دول او محل من دول ادخل القرية واسأل على المدير المالي واقعد معاه، لو عنده مكان فاضي هتأجره من القرية نفسها. قرية عربية واي قرية سياحية كده هتلاقي على وشها الصف الامامي عاملين بازارات. ادخل جوه القرية اسأل على المدير المالي وتفاوض معاه وقول له انا عاوز اجر عندكم بازار. على يميننا طب الاعماق، وطب الاعماق هنا متخصص لحد مثلا بيعمل دايفنج تعب، حد بيغطس، حد كان في البحر وجاله اي مشكلة بيطلع طبعا على طب الاعماق على طول. ده فندق سياحي على شمالنا. الفندق ده جنب مارينا اليخوت واللانشات على طول. يعني ايه مارينا اليخوت واللانشات؟ يعني حضرتك النهارده جيت رحله الغردقه او جاي اجازه الغردقه، وانت قاعد في سكنك كده حبيت تطلع الجزر وتشوف الجزر وتشوف البحر، بتشوف مكتب حجز رحلات بحريه وبتحجز معاه. هو بيبعت لك حد الصبح بالعربيه بيجيبك من مقر سكنك، وبتطلع من المارينا اللي جاي على شمالنا دي، اسمها مارينا اللانشات، مارينا الرحلات البحرية. تطلع تزور جزيرة من الجزر وتقضي اليوم في البحر، وبيرجعك تاني حوالي الساعة 5 عصرا. هتيجي على شمالنا اهي مارينا الرحلات البحرية. كورنيش مكان مليان فنادق، قرى سياحية، كومبوندات، شقق للإيجارات، شقق للاستثمار، استوديوهات، كل حاجة. انت هنا بتتكلم في قلب البلد، قلب مدينة الغردقة. هي دي مارينا الرحلات البحرية.
بعد مارينا الرحلات البحرية هندخل على ميناء الغردقة البحري. وفي قصة جميلة من التاريخ، تاريخ مصر، هقول لكم عليها دلوقتي. ميناء الغردقة البحري تم تطويره من حوالي 5 سنين أو 6 سنين. قبل تطوير ميناء الغردقة البحري كان، وانا شفته بعيني، بيت استراحة الملك فاروق اخر ملوك الدولة المصرية. هوري لكم بالظبط، هقف دلوقتي بالعربية وهوري لكم بالظبط استراحة بيت الملك فاروق اخر ملوك مصر فين. ده ميناء الغردقة البحري بعد التطوير. الجزء اللي انتوا شايفينه ده، دي كانت حديقة فاضية كبيرة بتخدم الاستراحة بتاعت الملك. وانا حضرت الكلام ده في الغردقة وشفته، شفت الاستراحة دي وشفت البيت ده، وكان في برج حمام كبير. هقول لك كان فين بالظبط. كل ده من الغردقة البحري. هنا بالظبط، هنا بالظبط ورا السور ده كانت استراحة الملك فاروق اخر ملوك مصر، وكان في برج حمام، وكان تحت في مطبخ كبير كان بيجي ياخد يعني بيقضي اجازته هنا. استراحة الملك فاروق تم طبعا هدمها علشان يعملوا توسعة في ميناء الغردقة البحري ويتم تطويره زي ما حضراتكم شايفين. وفي صور للملك فاروق مع العالم البحري الدكتور جوهر، فاكرينه؟ دكتور جوهر بتاع عالم البحار، متصور مع الملك فاروق في معهد العلوم البحرية اللي موجود في الأحياء في الغردقة. هنا دخلنا على صناعة اليخوت واللانشات على الشمال. دي صيانة اللانش، يعني انت لو عندك لانش وفي حاجة محتاجة صيانة بتطلعه في الجزء ده اللي جنب مسجد المينا، اسمه الأزق اهو، اللي على شمالنا ده اللي جنب المسجد على طول. عندك يخت او لانش في البحر محتاج صيانة بتطلعه هنا، تعمل الصيانة بتاعته وبترجعه البحر تاني. على يميننا مكتب بريد المينا. وده ميدان الشهداء، الميدان اللي قدام مسجد المينا اسمه ميدان الشهداء، شهداء معركة شدوان. جنب مسجد المينا على طول حلقة السمك والمارينا. والمنطقة دي فيها مطاعم سمك كتير زي مطعم حفني ومطعم أسماك المينا، دول من أقدم مطاعم السمك هنا، ومطعم الحلقة. وعلى يمنا مدرسة حكومي، مدرسة المينا اللي بيسألنا عن المدارس. محلات، كافيهات، المطاعم. احنا كده على بعد خطوات من بداية شارع شيراتون، كده نهاية الكورنيش وبداية شارع شيراتون وميدان السقالة. انت بتتكلم هنا في أقدم مكان في الغردقة كلها، السقالة. وبعد كده قرية الصيادين. قرية الصيادين موجودة في وش المارينا على طول. منطقة تلاقيها فيها كل حاجة انت تتخيلها، محلات موبايلات وكافيهات، مطاعم سمك، مطاعم مشويات، كل شيء تتخيله. فيها محلات اللي بتخدم الصيد، الناس اللي غاوية تصطاد في البحر، سنانير
وفيما يخص الصيد كله. احنا كده داخلين على ميدان السقالة وبداية شارع شيراتون، الشارع السياحي الشهير. وبكده تكون جولتنا النهاردة انتهت. دمتم بخير، وألقاكم في جولة قادمة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.